يعني الراجل استحمل كل ده عشانك، وانت ما تستحمليش طلب واحد يطلبه وانت اللي زعلانة. دي مشكلة اختنا مخطوبة، بتقول تعبانة قوي ومش عارفة ابدأ منين. انا مخطوبة بقالي سنة ونص، بعد خطوبتي ب5 شهور ماما توفت وجات لي جلطة، والجلطة دي اثرت عليا في النطق، وبتعالج لحد دلوقتي. وخطيبي كان عارف اني قلبت في تليفونه من غير ما اقوله، وزعل بس بسبب ظروفي. سامحني، ربنا يسترها معاه. وقف جنبي وما سابنيش لحظة واحدة، وكان دايما بيدعمني وكان حنين عليا قوي. ما حسيتش بحنية من حد قبل كده زيه. وربنا يعلم اني بحبه اكتر من نفسي، بحبه حب أه بحب كل حاجة فيه، شكله اسلوبه وروحه، كل حاجة ما اقدرش اتخيل انه يبعد عني. وخلاص قربنا نكتب الكتاب بعد اسبوعين، ومن يومين كان عندنا فرح بنت عمه، وبعت له صورة الفستان اللي انا هروح بيه. كان ضيق شوية، قال لي مستحيل، وكان متضايق وقال لي انت اكيد بتهزري، وكان زعلان وقال لي انا هاجي الفرح. وانا كنت عارفة انه مش هيجي لانه بيشتغل تقريبا 14 ساعة عشان الشقة. الله يكتر خير. وكده من وكده في مش هيقدر يخلص شغل ويجي. لبست الفستان ورحت الفرح تمام والدنيا تمام. صاحبتي جت نتصور، مع العلم صاحبتي دي صاحبة اخته. جت قالت لي نتصور، قلت لها ماشي بس بلاش تحطيها ستوري، واكدت عليها. حطيتها ستوري وعملت لي هايد، واخته شافت الصورة وهو شافها. كلمني قال لي انا مالي، انا مش قلت لك ما تلبسيش؟ انا ماليش اقول لك تلبسي ايه وما تلبسيش ايه، ومش من حقي لان والدك اللي مسؤول عنك، لكن من حقي اني ما كملش الخطوبة دي عشان مش متقبل لبسك، ومش متقبل انك كذبتي عليا، ومفيش مبرر، ومستحيل طلبات والدك اللي لو واحد ملياردير مش هيطلبها منه، اللي مخلياني عايش في الشغل ما بروحش. وقال لي كل شيء اسمه ونصيب، وقفل. مردش عليا، بعتله كتير قوي، وبابا دخل عليا لقاني بعيط. جيت اتكلم معرفتش، فكتبت له على الفون، كتبت لباباها يعني على الفون. وقال لي ما تقلقيش هيندم ويرجع لك. بسم الله ما شاء الله. اعمل ايه؟ لاني عارفه خطيبي خد فكره وحشه عني. انا بحبه بجد وغلطانه، بلاش تجريح فيا، تجريح بس. وتقولي لي وتقولوا لي اعمل ايه والنبي. اعتبروني اختكم. انا كنت ماشيه في الطريق اجيب البتاعه اللي بياخدوها عشان يموتوا، بس رجعت وفضلت اعيط. هو هيجي النهارده، هو هيجي ينهي الموضوع يوم الاحد. هو انا يعني انا ممكن اقول لك هو يسيبك احسن ويرتاح منك ومن ابوك، بس انا عيب يعني ما ينفعش اقول لك الكلام ده، عشان انت طلبتي ان احنا ما نجرحش في بعض، فانا هتكلم. ويا جماعه لو سمحتوا، اي حد عنده راي لاختكم يكتبوا في التعليق بدون تجريح، تمام؟ واي حد عنده مشكله، وما تنسوش اللايك والشير يا جماعه، قدروا المجهود اللي بيتعمل في الفيديو. بص يا ست الكل، انت بتقولي ان الراجل فيه كل الدنيا طلق، يعني في كل حاجه انت اللي بتقوليها، وبيشتغل 14 ساعه. يعني عشان انت عارفه ان هو بيشتغل 14 ساعه فلبستي الفستان عشان متاكده انك مش يعني انه مش جاي. يعني فيهم كل المميزات. يعني طبعا ربنا يشفيك ويشفينا ويشفي كل مريض. مستحملك فيكي مشكلة، والراجل عشان بيحبك بيستحملك طلبات والدك. اللي انا متخيل هو، انا اقول لحضرتك الصح وما تزعليش مني، ومع احترامي ليكي واحترامي لوالدك، هو الصح والاصول. والدك لما كتبتي له كده وقال لك كده، يعني كان مش هقول ضربك، كان اداكي قلمين، كان اداكي كلمتين في جنابك، واتصل بالراجل رضاه. لان الراجل كده بيحافظ على عرضه، الراجل بيحافظ على عرضه. فبيقول لك هيندم ويرجع لك. يعني انا يعني مش هجرح، بس هو الكلام يعني عايز يطلع. يعني الصح كان على الاقل جابه، اتصل بيه، رضاه،
وقال له يقول له انا ضربتها لك، انا شتمتها لك، انا هزقتها، انا هي مش هتعمل كده تاني حتى لو بالكلام. وده الراجل اللي بيحافظ على عرضك. هيندم. هيندم. كلمة بصراحة يعني، هيندم ويجي لك. هيندم على ايه؟ يندم ان هو ما عركيش قدام الناس، يندم ان هو حافظ على شرفه. يعني بصي، بصي، هو اللي انا بقوله هو ده الصح. هو الصح مش هيجي منك، لان انت مهما قلتي له وعملتي وانا اسفه مش تمام. كان اللي يعالج الموضوع ده والدك. تمام. فانت نصيحه مني وده رايي يعني، قولي لوالدك ان هو اللي يتصل بيه ويقول له ده انت عندك حق يا ابني، وانا اتكيت عليها ولا هي غلطانه ومش هتعمل كده تاني. هو ممكن يقدر ده. تمام. ده لو انت في النية انك تسمعي كلام الراجل المحترم ده وما تكسرلوش كلمة تاني. تمام. ده اللي يتعمل. يا جماعة ما تنسوش لايك وشير، واكتبوا اي حد عنده مشكلة في تعليق يكتب لي المشكلة وانا هعمل عليها فيديو، وبدون تجريح والله، مش هجرح في حد خالص. يلا، مع السلامة.